ايه الفرق بين اللكنات الإيطالية؟ زي ما احنا عرفنا مع بعض ان في الإيطالي لكنات زي اي لغة فيها لكنات، فيها ستاندر وفيها لكنات بتاعت مناطق او لهجات بتاعت مناطق. وعرفنا مع بعض قبل كده في فيديو قبل كده هوت، واللي عاوز يرجع للفيديوهات قبل كده هوت نعمل سبسكرايب عشان كل الجديد يوصل لنا مع بعض. الإيطالي في إيطالي الشمال وفي إيطالي في الجنوب وفي إيطالي أو لكنة إيطالية في سيشيليا ولكنة إيطالية مختلفة شوية في سردينيا. واتفقنا مع بعض قبل كده في فيديو سابق ان احنا عشان نقدر نفهم الايطالي بشكل كويس جدا ايا كان المنطقه بتاعته بنتكلم ايطالي ستاندر، لان ايطالي ستاندر هو اللي مفهوم في كل المناطق بتاعت ايطاليا وفي جنوب سويسرا برضو زي ما تعرفنا قبل كده، لان جنوب سويسرا برضو بتتكلم ايطالي. طب ايه بقى الفروق بين الايطالي ده الشمالي والجنوبي وسيشيليا وسردينيا؟ احيانا بتبقى الفرق في الاتشنتو واحيانا الفرق في الدياليتو. يعني ايه كده؟ اتشنتو بتبقى الكلمة واحدة لكن النطق بيختلف، دي اسمها الاتشنتو اللي هي بالانجلش بتاعها الاكسنت. يعني مثلا ايطالي الستاندر مثلا لو هقول مثلا ايه كويستا إلى كذا مية، كويستا إلى كذا مية، كذا يعني بيت مثلا، يبقى كويستا إلى كذا مية. بتاع الجنوب هيقولها كويستا إلى كذا مية، كويستا إلى كذا مية. طبعا ده فرق في الاتشنتو، فرق في الاكسنت، فرق في اللهجة نفسها. لكن احيانا بيبقى الفرق في الدياليتو، يعني بتبقى الكلمة اصلا مختلفة عن الكلمات المستخدمة في الستاندر او في بقية المناطق الإيطالية. فده فرق الاتشنتو عن الدياليتو، وستيب باي ستيب بنقدر نعرف مع بعض ايه الفرق بين دي ودي ونطاق استخدام كل واحدة فيهم ستيب باي ستيب. لكن احنا لما بندرس مع بعض ايطالي بندرس ايطالي ستاندر، لان هو ده اللي مفهوم في كل مناطق ايطاليا ومفهوم كمان في جنوب سويسرا بيتكلم ايطالي. جراتسي.